يا دكتور، في حد بيسأل حضرتك على الصفحة إنه عنده الأنياب أطول من الأسنان، إيه الحل؟ الانياب دي اهم اسنان في الفك كله واقوى اسنان في الفك كله، والانياب دي مهمه جدا. لو اتخلعت بتلاقي عظم الفك اللي حواليها بيتآكل فالوش بيكرمش. اذا الانياب دي هي من الاسنان المهمه جدا في رسمه الشفه والوش. انا ما بحبش نلعب في الانياب، ولكن على حسب وصفه الحاله. لو احنا بنتكلم ان الانياب اطول حاجه بسيطه، ممكن يكون البرد بتاعها ده حل، بس برد خفيف جدا بحيث نعيد الى حد ما الطول متقارب يكون السنان الطبيعيه. بس البرد ده يكون بحدود، لان لو بردت بزياده ممكن اعمل تآكل في طبقه المينا فاكشف طبقه العاج فاعمل حساسيه. ده حل. الحل الثاني لو الموضوع برده مش عميق قوي او سيفير قوي، ممكن ان احنا نعمل فينيرز. يتحط فينيرز بحيث تعيد الناحيه الجماليه للانياب وتبقى متناسقه مع السنان اللي جنبها. ده حل. ممكن التقويم يكون حل برضه، يعني التقويم لو كان الناب بارز شويه، لو كان الناب معمول كراودنج او تزاحم فطالع فوق السنه، او الناب نازل شويه، ممكن بالتقويم يرجع لمكانه. فتقييم الحاله بيحدد، ممكن يكون التقويم حل. ممكن بقى من ضمن الحلول الاخيره يعني ان انت تبرد الانياب، وده اضعف الايمان، ما بحبوش الحل ده، انك تبرد وتركب كراون او طربوش بنفس شكل السنان اللي جنبها او بنفس الطول المتناسق معاه. وانا ما بحبش الحل ده، او ما بحبش ان انت تبدل الطبيعي بتاع ربنا بحاجه صناعيه. فطبعا دي حلول على حسب التخيل، لازم اشوف الحاله عشان اقيم ايه انسب حل ليها.